قلت له هات سيرتي وكاتب في نفس الوقت، ونرحب به. ومن خلال النظر إلى مجموعته القصصية رحلة مع عصفور وطفل سنتعرف على آلياته في السرد. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، المجموعة القصصية رحلة مع عصفور وطفل هذه هي المجموعة الأولى لك. نعم صح. طيب خلينا نقول البدايات كان شكلها إيه مع القراءة أو مع الكتابة؟ البداية صراحة كانت يعني مع القصة أيضا. كنت بحب جدا أن أكتب قصص قصيرة وأنا في الإعدادية. وبعدين طبعا لما بعد كده لجأت إلى كتابة المقال. كانت بدايتي في المقال أيضا كانت في المنتديات العامة، المنتديات الأسرية الخاصة بالمجتمع. يعني انت حتى البدايات يعني استثمرت وجود الانترنت والعالم او الفضاء الالكتروني ده، يمكن عمل علاقات كبيره ما بين الكتاب وبين المبدعين واوجد جمهور. صحيح، هو الانترنت يعني سلاح ذو حدين. هو في بال حضرتك يعني فيه فايده كبيره جدا، ووفر يعني اشياء كثيره جدا. يعني دلوقتي اصبح جعل العالم دلوقتي قريه صغيره. طب انت من خلال بديت تنشر القصص بتاعتك على الانترنت الاول؟ كنت بنشر الاول في المنتديات الخاصه بالقصه القصيره، وبعدين نشرت بقى. كانت اول بدايتي في النشر كان في صحيفه رساله جامعه الملك سعود. كان مقال كان عنوانه اين نحن من التقدم التكنولوجي. يعني بديت بكتابه المقاله في النشر الصحفي. نعم. وبعد كده بدات بقى في مقالات كلها يعني اغلبها مقالات اجتماعيه اسريه. يعني مثلا زي دور الابناء في تربيه ابنائهم. اتكلمت ايضا عن الترابط الاسري، وايضا عن الاعاقه، وكيف الاعاقه يعني ممكن تكون حافز لعمل انجازات. لذلك احنا بنقول تحدي الاعاقه. نعم. كتبت مقال نشر في الاهرام المسائي كان بعنوان الاعاقه والانجازات. نيجي النهارده ونقول واحنا بنكتب وقبل الكتابه بنقرا، فبنتاثر ببعض الكتاب. تاثرت بمين؟ نجيب محفوظ والاستاذ انيس منصور. كان بيعجبني في الاستاذ نجيب محفوظ ان هو كان بيرصد البسطاء، خاصه اهل الريف، اهل الحاره واهل الريف. نعم. وانا طبعا عايش في قريه اسمها قريه ابو جرج، وهي بلد الشيخ مصطفى عبد الرازق. ده في المنيا، بني مزار. بني مزار. يعني الشيخ مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق. وطبعا كان بيعجبني ايضا الاستاذ انيس منصور في بساطه الكلمه والتعبير السهل. يعني يمكن تربيتك في القريه او تنشئتك في القريه خلتك يمكن بترصد تفاصيل كثيره، العلاقه بين الفلاح والارض، العلاقات الاجتماعيه والترابط الاسري. ومن خلال كده يمكن لما خرجت من القريه حبيت تتكلم عن الترابط الاسري وترصد الحالات المختلفه اللي انتابت الاسره بعد كده. نعم. انا اغلبيه مقالاتي نشرت يعني ركزت على الظواهر والسلبيات اللي بيعاني فيها مجتمعنا حاليا. وهي دي بصراحه يعني عايزه عايزه معالجه، خاصه ان هي زادت في العصر اللي احنا فيه، في وجود الانترنت ووجود الفضائيات. ده مش هنا بس، ده على مستوى العالم. يعني نعم. دايما الانسان بدا ينحو منحى الانطواء، الوحده، انه يكون وحيد. فده اثر يعني سلبا على علاقتنا الاجتماعيه وعلى الترابط الاسري. خلينا نرجع للمجموعه القصصيه. رحله مع عصفور وطفل. يمكن من عنوان المجموعه، وقد يبدو العنوان مغاير او مختلف، هل تدل على انها كتابه للطفل؟ هل بها مجموعات او قصص كثيره موجهه للطفل؟ لا، هي اغلبها هي طبعا في قصص موجهه للطفل وقصص ايضا اجتماعيه. يعني للكبار والصغار في نفس الوقت. يمكن من خلال النظر الى القصص الاستاذ احمد المليجي، هي القصه الومضه، القصه اللي بتحكي مشهد في الحياه وتاتي المفارقه في النهايه. نعم. وهي لماذا يعني انتهجت هذا النهج في الكتابه القصيه؟ القصه دي هي بتسمى بيطلق عليها القصه القصيره جدا. وهي يعني القصه دي ممكن معناها يعطي معنى روايه كامله. وبعدين هي يعني اسلوبها كويس جدا في ان هي بتشرك القارئ
في وضع نهائي ليها. يعني يعني بتشارك القارئ نفسه. طيب خلينا نقول ان رحله مع عصفور وطفل ده عنوان للمجموعه كلها، او عنوان مشترك، ولا كعنوان لقصه جوه وخليناها عنوان لا، عنوان لقصه انا كنت فزت بيها على في منتدى الشاعر عاطف الجندي، وتم تكريمي في اتحاد كتاب مصر، وحصلت على شهاده تقدير في شهر اكتوبر الماضي. طيب خلينا نقول او نحكي مع بعض الومضات او القصه الومضه او القصه القصيره جدا اللي بتبقى ادوات السرد فيها مختلفه تماما، وبتسيب القارئ يفكر في وضع النهايه، وايضا يتخيل المكان والزمان، لانك انت احيانا المكان والزمان في القصه الومضه مش واضح تماما يعني. نعم صحيح. يعني مثلا حضرتك انا كتبت قصه يعني قصيره جدا، كان بعنوان وصية الزوج. أنا بقول فيها: في ليلة زفافه وصى زوجته على رعاية أمه التي يسكن معها، وأن تحسن معاملتها، وبعد شهر من زواجه قرر إدخالها دار المسلمين. ده الوصية وضحت في آخر المفارقة دايما تأتي في آخر القصة القصيرة جدا. أعتقد أنك من خلال القصة الومضة والقصة القصيرة جدا بترصد مشاهد كتيرة في الحياة وتقدر تعبر عنها بشكل زي اللي شايفينه أو اللي عرضته دلوقتي في قصة وصية زوج. نعم، أنا حضرتك برضو إن يعني انتهجت في المقالات اللي كتبتها زي ما قلت لحضرتك، هي مقالات اجتماعية أسرية. برضو في القصة القصيرة برضو يعني رصدت برضو السلبيات والمظاهر السلبية اللي بنعيش فيها في مجتمعنا العربي ككل عن طريق القصة القصيرة جدا. نروح لقصة تاني. مثلا في قصة تانية حضرتك كانت بعنوان لعبة. أنا بقول: كان يمرح ويلهو بين والديه بسعادة، فجأة بكى بكاء شديدا على لعبة رآها في يد طفل آخر، أعطاه لعبته وهو يبتسم، ثم ذهب يسأل عن والده المتوفي منذ أيام. طفل لعبة يلهو بها الطفل، ينسى بها كل شيء، وبعد ذلك تستعيد الذاكرة حدث مهم أو قد يكون أكبر حدث في حياته. نعم. خلينا نقول من خلال ارتيادك للندوات وعرضك لكتاباتك. الإصدار الأول كان كتاب بعنوان إليك أيتها الأسرة المسلمة. برضو الكتاب يعني هو بيناقش ظواهر سلبية في مجتمعنا العربي وخاصة مجتمعنا المسلم. الكتاب صراحة ساعدني فيه. ده الكتاب رصدت فيه برضو أو جمعت فيه مقالات نعم، انتشرت هنا وهناك يعني. نعم، أنا جمعت فيه مقالاتي الأسرية والاجتماعية، وعملت إعادة صياغة ليها تاني، وساعدني فيها الأستاذ الدكتور عصام علي معوض. الشهادة دي اللي قدامنا دي شهادة أخذتها من منتدى عاطف الجندي. تم تكريمي فيها في اتحاد كتاب مصر. وحضر التكريم نيابة عني أخويا المهندس عاصم. يعني من خلال هذه التكريمات يعني ماذا تمثل ليك من حوافز؟ هي يعني بتكون برضو مسؤولية كبيرة. مسؤولية الكلمة. يعني جعلتني الوقت يعني ما اقدرش انشر اي حاجة وبس يعني. لازم اعيد عليها، وبرضو يعني لازم برضو اشوف ان كانت الحاجة دي قبل ما ارسل المقال، لازم اشوف المقال ده هل هو هيفيد المجتمع، الناس هتستفيد منه ولا لا. نرجع لقصة ثانية من قصصك اللي هي القصة الومضة اللي هي لا تستغرق إلا لحظة كمشهد يمر أمام العين سريعا في هذه الحياة. نعم. قصة بعنوان استعجال. بقول: مضى أكثر من ساعة ولم يحضر صديقه في الوقت المحدد بينهما سلفا، فأقسم بينه وبين نفسه أن يقاطعه مدى الحياة. في صباح اليوم التالي جاءه خبر وفاته في حادث مروري وهو في الطريق إليه. استعجل في إصدار حكم. نعم صحيح. لأن الإنسان أحيانا في أحوال كثيرة يصدر حكمه ولا يعرف الأعذار. قد يكون عذر قهري يعني تتسع به مسافة التواصل في هذه الحياة. نعم. خلينا نتكلم ونقول برضو وجود الندوات، وجود التواصل من خلال
ما نحتاجه احيانا في ان يؤكد البعض علينا اننا نسير في الاتجاه الصحيح في الكتابه. يعني من تاخذ رايك في الكتابه؟ هل هناك نقاد؟ هل هناك متخصصون تلجا اليهم احيانا؟ كنت كان فيها الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام، ده كان مستشار اقتصادي في المملكه العربيه السعوديه، وهو حاليا وكيل كليه الحقوق في جامعه المنصوره. دايما برضو كنت بستشيره خاصه في المقالات الاقتصاديه، لان عندي انا مقالات اقتصاديه ايضا. طيب في كتاب تحت طبع اسمه عصير العقول. عصير العقول ده احنا 14 كاتب مشتركين في الكتاب. انا فيه مجموعه قصصيه ايضا، وفيه بعض المقالات برضه الاجتماعيه المنشوره فيه. نشر المجموعه القصصيه لم تنشر حتى الان؟ لسه. ما الذي جعلك تتاخر في نشر المجموعه القصصيه؟ يعني لسه باقي فيه بعض القصص لسه ما كملتهاش، فباذن الله تعالى لما اكملها بتكون يعني جاهزه. نعم. هل استمرارك في كتابه القصص القصيره جدا هيبقى اسلوب كتابه على طول، ولا يعني ستلجا الى القصه القصيره بدون ان تكون قصيره جدا، كتابه الروايه؟ الحقيقه في ناس يعني من قراء كتير جدا ارسلوا لي، ويعني انا حاسين برضه ان انا في كتابه القصه القصيره الطويله والروايه، وان شاء الله تعالى في حاليا انا بكتب قصه بعنوان ام مريم باذن الله تعالى. طويله شويه. نعم. طيب لو قلنا ان احنا دايما من خلال ابداعات الشباب المختلفه، ويعني الكتابات دايما بتعبر عن اجيال. نعم. والكتابه بعينها بتعبر عن سمه جيل. احنا النهارده عندنا في جيلنا انماط كثيره في الكتابه، واستحداث اشكال في الكتابه، بنسميها احيانا الكتابه الجديده او الكتابه عبر النوعيه. بتحاول تتواصل وتشوف ايه اصدارات الشباب في الكتابات القصصيه، وتشوف يعني اساليب جديده. طبعا انا بتابع على طول القصص القصيره، وانا عضو في منتديات كتيره جدا ادبيه خاصه بكتابه القصه القصيره، والقصه القصيره جدا اللي انا بعشقها، ويعني بستفيد طبعا. القراءه مطلوبه علشان الواحد يقدر يقدم شيء جديد. لو حبينا نرجع لقصه من القصص القصيره جدا، والمجموعه كلها يمكن احتمال تبقى فيها كم قصه استاذ احمد؟ يعني حوالي 50 قصه. قصه بعنوان لعبه. بقول كان يمرح ويلعب ويلهو. كان يمرح ويلهو. قلناها القصه دي قلناها. يعني لو في حاجه ثانيه ممكن نقولها، ما فيش، يمكن ننتظر حتى صدور الديوان استاذ احمد. ان شاء الله. وبشكرك، وان شاء الله تاتي المره القادمه معك مجموعه قصيه اخرى اضافه الى رحله مع عصفور وطفل وعصير العقول. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا على اللقاء، جزاكم الله خير. اعزائي المشاهدين، نتواصل معكم من زميله حليمه خطاب تاتي